ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر ابانوب. من الاخر كده، عايز تتعلم انجليش من غير تعقيد يبقى ركز معايا ويلا نبدا على طول. النهارده هنتكلم عن التنسز، الازمنه. فيا صديقي، الازمنه دي زي ما انت عارف هي اهم حاجه في الانجليش، سواء انت كنت طالب في المرحله الاعداديه في المرحله الثانويه. وعايز اقول لك على حاجه، انت لو في ثالثه بالذات هتلاقي اصلا اول 3 يونتس عندك بيتكلموا عن الازمنه. ده قبل التعديلات، ما نعرفش بعد التعديلات في ايه، بس كده كده الازمنه موجوده عندك. فركز معايا عشان انت كده كده هتحتاجها في الانجليش عموما. هتحتاجها في تكوين جمله، هتحتاجها في الاجابه على الستوري، القصه، سواء انت ايا كان المرحله اللي انت فيها ايه. الجرامر اللي تشوز، انت عارف ان كده كده التنسز دي مهمه جدا وبتمثل اكتر من 50% من الجرامر. يلا بينا نبدا. هشرح لك التنسز كلها. طبعا ما تتخضش لما اقول لك التنسز كلها، ما تتخضش، عادي، خد الدنيا، ما تقلقش. انا اوعدك ان هتخلص الليكتشر دي، المحاضره دي، وانت الدنيا هتلاقي نفسك كل الازمنه دي في جيبك على طول. يلا بينا نبدا. تعالى بقى يا صديقي اريحك من قصه الازمنه دي خالص واخليك تفهمها بمنتهى البساطه، وهنعمل كده قصه تخيليه مع بعضينا عشان نفهمها اكتر. مبدئيا كده احنا هنقسم الازمنه لثلاث شرايح. اول شريحه عندنا هي البوست، الماضي، وتاني شريحه عندنا البريزنت اللي هو المضارع، وتالت شريحه عندنا الفيوتشر اللي هو المستقبل. طيب خلاص كده قسمناهم 3 شرايح. حلو قوي. عندنا بقى في كل شريحه منهم 4 ازمنه. نقول تاني، عندنا في كل شريحه منهم 4 ازمنه، اللي هم ايه؟ اللي هم السمبل والكونتينيوس والبيرفكت والبيرفكت كونتينيوس. يعني ايه بالعربي؟ بسيط، مستمر، تام، تام مستمر. قولهم كده كتير: بسيط، مستمر، تام، تام مستمر. عندنا متكررين هم الاربعه في الماضي وفي المضارع وفي المستقبل، متكررين في الباست والبريزنت والفيوتشر. وعشان كده 4 في 3 بيجيبوا لنا 12 تنس، 12 زمن عندنا في الانجليش. طب ما تيجي نشوف. قال لي عندي حاجه اسمها باست سمبل. ما انا قلت لك بقى الاربعه، يلا ملهم لي كده. بسيط، يعني ايه بسيط؟ سمبل. طيب يبقى احنا عندنا باست سمبل. طيب يعني ايه مستمر؟ كونتينيوس. حلو، يبقى احنا كده عندنا باست كونتينيوس. طيب يعني ايه تام؟ بيرفكت. يبقى احنا كده عندنا باست بيرفكت. طيب يعني ايه تام مستمر؟ تام مستمر باست بيرفكت كونتينيوس. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها ماضي تام مستمر. كلام جميل قوي. الاربعه دول بقى متكررين هم في البريزنت، في المضارع. يعني ايه؟ تعالى كده نشوف. يعني احنا عندنا هنا present، يعني ايه بسيط؟ simple. يبقى احنا عندنا present simple. نفس النظام. يعني ايه مستمر؟ continuous. يبقى احنا عندنا present continuous. طيب يعني ايه تام؟ present perfect. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ يعني ايه تام perfect؟ يبقى احنا كده عندنا present perfect. يعني ايه تام مستمر؟ perfect continuous. يبقى احنا عندنا present perfect continuous. نفس النظام في الفيوتشر. يبقى يلا مليني بسرعه كده. عندنا ايه؟ future simple، وعندنا future continuous، وعندنا future perfect، وعندنا future perfect continuous. حلو الكلام؟ تمام. يبقى تاني: بسيط مستمر، تام تام مستمر، بسيط مستمر، تام تام مستمر. الاربعه دول متكررين في الماضي وفي المضارع وفي المستقبل. طيب واحده واحده بقى كده. كل تنس عندنا، كل زمن عندنا من ال 12 زمن دول لازم تبقى عارف فيهم 5 حاجات. 5 حاجات. اول حاجه، ازاي تكون جمله في الزمن ده؟ ازاي تسال في الزمن ده؟ ازاي تنفي في الزمن ده؟ ازاي تبني جمله مبنيه للمجهول؟ ايه مبنيه للمجهول ده مصر؟ هنشرحها، اللي هي الباسيف. ازاي كمان تستخدم الزمن ده؟ يعني ايه؟ يعني امتى اساسا استخدم الزمن ده مصر؟ انت عمال تقول لي ازاي اعمل جمله فيه وانفي فيه واسال فيه. طيب هو امتى اساسا بقى اقدر استخدم الزمن ده؟ ولا امتى؟ ده بقى بيجي من 5 حاجه عندنا، اللي هي اليوسج، الاستخدام. وبيقول لك امتى تستخدم الزمن ده وايه الفرق بينه وبين غيره. طيب واحده واحده. احنا هنعمل قصه تخيليه كده معايا، يلا نعيش فيها. زمان لما جم، القصه دي قصه تخيليه، عايزك بس تتخيل معايا كده. زمان قالوا ان احنا هنقسم الازمنه لفريقين.
فريقين، اعتبرهم فريقين كوره. اول فريق اسمه فريق الازمنه البسيطه والتامه. تاني حاجه الفرقه الثانيه بتتكلم عن الازمنه المستمره والتامه المستمره. يبقى احنا عندنا فريقين، اول فريق اسمه فريق الازمنه البسيطه والتامه، تاني فريق اسمه فريق الازمنه المستمره والتامه المستمره. طيب ما تشرح لي كده على البورد يا مستر عشان افهم اكتر، وده ايه فايدته اللي انت عمال تتكلم فيه ده؟ انا هقول لك. احنا كده عندنا هنا حاجه اسمها simple وحاجه اسمها perfect، صح؟ نفس النظام، عندنا هنا simple وعندنا هنا perfect وعندنا هنا simple وعندنا هنا perfect. كلام جميل؟ شايفين السته دول؟ السته دول هم اول فريق اللي هم فريق الازمنه البسيطه اللي هي السمبل، وفريق الازمنه التامه اللي هي البيرفكت. يبقى ده كده اول فريق. كم زمن دول؟ 6. يتفضل قد ايه من ال 12؟ 6 برضو. وده الفريق الثاني اللي هم فريق الازمنه المستمره والتامه المستمره اللي هم continuous والبيرفكت continuous، البريزنت continuous والبريزنت بيرفكت continuous، الفيوتشر continuous والفيوتشر بيرفكت continuous. طيب ايوه، يعني انا استفدت ايه؟ قال لي الفريق الاول ده بيتميز باستخدام والفريق الثاني ده بيتميز باستخدام. يعني ايه؟ يعني الفريق الاولاني اللي هو مكون من الازمنه البسيطه والتامه اللي انا عامل لك عليها بالاصفر ده، الفريق ده بيتميز ان الاكشن الحدث بتاعه حدث لحظي ما بياخدش وقت، الستة. الفريق الثاني اللي هم المستمره او التامه المستمره ده بيتميز ان الاكشن بتاعه في ديوريشن. يعني ايه ديوريشن؟ يعني فتره استمر فيها الفعل، الحدث استمر لفتره معينه. يبقى انا اسمع اي زمن اسمه continuous ده معناه ان الاكشن ان الحدث فيه استمر لفتره معينه، وده اللي بيخليني اعرف افرق ما بين الازمنه البسيطه والتامه وما بين الازمنه المستمره او التامه المستمره. اي حاجه فيها كلمه مستمر او continuous اعرف على طول ان الاكشن هياخد ديوريشن، هياخد فتره، هيستمر لفتره معينه. كلام جميل؟ طيب يبقى ده بيعرفنا الفرق ما بين 6 و6. واحده واحده كده معايا عشان تفهم الفروقات كلها. طيب انت كده مستر عرفتني الفرق ما بين الفريق الاول والفريق الثاني. تعال بقى واحده واحده معايا. قال لي البريزنت سمبل ده هو العمود الفقري، الباك بون لازمنه الماضي كلها. يعني ايه الباك بون وليه العمود الفقري؟ يعني اهم زمن من الاخر. الباست سمبل ده هو اهم زمن. ليه؟ قال لي الباست سمبل ده بيجي في حالات كتير قوي، ليه كونديشنز كتير جدا. طيب ايه هي؟ قال لي اول حاجه ان الباست سمبل ده ممكن تلاقي جملتين والجملتين باست سمبل، يعني يجيب لك جمله باست سمبل ويجيب لك الثانيه باست سمبل. امتى؟ لما يكون الحدثين مفيش فارق زمني بين الحدثين، يعني مجرد ما الحدث ده حصل الثاني حصل وراه على طول، مفيش فارق زمني، بجيب باست سمبل باست سمبل. نفس النظام الباست سمبل اقدر استخدمه مع الباست كونتينيوس في نفس الجمله. ازاي؟ اقول لك while I was studying English the light went off. يعني وانا قاعد بذاكر انجليزي النور قطع. هو ايه اللي حصل هنا؟ انا كنت قاعد بذاكر انجليزي والنور لما قطع فهو قطع حدث المذاكره، صح ولا لا؟ طيب النور قطع the light went off، هي كلمه the light went off ده تصريف ايه؟ تصريف تاني فيرب 2، يعني ماضي بسيط past simple. هو اللي قطع الباست كونتينيوس الحدث اللي كان ايه؟ مستمر. ونرجع بقى لنقطتنا الاولى ان الحدث اللحظي اللي هو الباست سمبل بيقطع الحدث اللي فيه ديوريشن اللي هو الباست كونتينيوس. يبقى كده والله الباست سمبل ده لغايه دلوقتي ليه استخدامين، ان انا بستخدمه مع نفسه وفي نفس الوقت اقدر استخدمه مع الماضي المستمر اللي هو الباست كونتينيوس. طيب ثالث حاجه قال لي الباست سمبل اقدر استخدمه مع الباست بيرفكت. امتى؟ في حاله ان الباست بيرفكت، خلي بالك ان الباست بيرفكت اصلا بيعبر عن تو اكشنز. بيعبر عن ايه؟ تو اكشنز. يعني ايه؟ يعني بيعبر عن حدثين، وهو بيبقى الحدث الاول هو بيبقى الفيرست اكشن. يبقى الباست بيرفكت الماضي التام ده هنشرحه بيعبر عن حدثين وهو بيبقى الحدث الاولاني. طيب والحدث الثاني بيبقى باست سمبل. عرفت؟ يبقى ثالث استخدام الباست سمبل برضو اقدر استخدمه مع الباست بيرفكت لما بيكون الحدث الثاني بتاعه. اقول لك after I had studied English I slept. بعد ما ذاكرت انجليزي نمت. I slept ده تصريف تاني يعني فيرب 2 يعني باست سمبل. يبقى هو كده السكند اكشن باست بيرفكت. من الاخر كده اللي انا عايز افهمه لك ان الباست سمبل حشري حبتين، بيتدخل مع كل الازمنه اللي في الماضي.
تمام كده؟ طيب وعايز اقول لك كمان ان هو بيتدخل مع البريزنت بيرفكت، وده هنجيله هنشرحه. تعال نكمل في الماضي. برضو الباست سيمبل بيتدخل مع الباست بيرفكت كونتينيوس في نفس الجمله. امتى؟ نفس النظام. خلي بالك ان الباست بيرفكت كونتينيوس الماضي التام المستمر بيعبر عن نفس النظام برضو تو اكشن. الفيرست اكشن بيكون الباست بيرفكت كونتينيوس، والسكند اكشن بيكون الباست سيمبل. اذا الباست سيمبل بيتدخل مع كل ازمنه الماضي. كلام جميل كده؟ كلام جميل. طيب ايه اللي يخليني اعرف افرق؟ انت خلاص فرقت لي ما بين الستة والست، فرقت لي ما بين السيمبل والبيرفكت. تمام كلام جميل. وقلت لي ان السيمبل لا انا لسه ما فرقتش اصلا. اوعى تتوه. انا لسه ما فرقتلكش ما بين السيمبل والبيرفكت، انا فرقت لك ما بين السيمبل والبيرفكت وما بين الكونتينيوس والبيرفكت كونتينيوس. فرقت لك ما بين الازمنه البسيطه والتامه، وفرقت لك ما بين الازمنه المستمره والتامه المستمر. لسه بقى ما فرقتلكش ما بين، خلي بالك احنا عندنا هنا 6 هنا و6 هنا، صح؟ نبتدي بقى نفرق واحد عن واحد. الباست سيمبل بيختلف عن الباست بيرفكت ان الباست سيمبل بيكون وان اكشن، حدث واحد، لكن الباست بيرفكت بيكون حدثين 2. ما احنا شرحناها 2 اكشنز. تمام. واحده واحده بقى نبتدي ناخد زمن. نرجع لنقطتنا الاساسيه اللي هي ايه؟ اللي هي ان كل زمن لازم ابقى عارف فيه 5 حاجات. كل زمن لازم ابقى عارف فيه 5 حاجات. معلوم مجهول، نفي سؤال استخدام. معلوم مجهول، نفي سؤال استخدام. نبتدي بقى بالمبني للمعلوم ونشرحه. ناخد ازمنه الماضي في الاول. اول حاجه كده عندنا الباست تنسز، الازمنه اللي موجوده في الماضي اللي هم كام واحد؟ 4. نبتدي بالسمبل اللي هو الباست سمبل الماضي البسيط. اول حاجه انا قلت لك لازم تكون عارفها الاكتف، اللي هي الجمله الخبريه، اللي هي الجمله الافيرماتيف المثبته، صح كده؟ مش انا قلت لك معلوم؟ مين هو المعلوم ده بقى؟ يعني ايه معلوم اصلا يا مستر؟ يعني جمله خبريه عاديه افيرماتيف مثبته. نكونها ازاي في الباست سمبل؟ تعالى بينا ايه نشوف هنكونها ازاي. اول حاجه الاكتف اللي هو المبني للمعلوم. انا عندي في الباست سمبل ليه شكلين. كم شكل؟ شكلين. واحده. هو مين اللي معلوم اصلا يا مستر؟ مين اللي معلوم؟ ويعني ايه معلوم؟ اللي معلوم هو الفاعل. انا اعرفه، يعني معلوم يعني اعرفه، يبقى هبدا بيه. طالما هو انا اعرفه يبقى هبدا بيه، يبقى هبدا بالسبجكت اللي هو الفاعل. وبعد كده بجيب التصريف الثاني للفعل اللي هو فيرب تو، وده انتوا درستوه زمان كتير جدا، اللي هو باضافه دي او اي دي او اي دي. بعد كده بجيب الاوبجكت اللي هو المفعول. واحده كده ادينا اكزامبلز. اقول لك مثلا I watch TV. I watch ولا watched؟ تصريف تاني. I play tennis. play ولا played؟ تصريف تاني. حلو كده؟ يبقى انا ببدا بالسبجكت ايا يكن بقى السبجكت اللي انا بادئ بيه ده اسم ناون او برو ناون ضمير ايا يكن يعني. بعد كده بجيب التصريف الثاني، بعد كده المفعول. تاني شكل عندنا ببتدي برضو بالسبجكت، وبعد كده بجيب was or were، وبعد كده noun اسم او adjective صفه. بعد كده was or were. حد يجي يقول لي was or were ازاي يا مستر؟ ده was or were ده موجود في الباست كونتينيوس في الماضي المستمر، وبيعبر عن حدث استمر في الماضي، بدا وانتهى في الماضي، بس بيجي وراها فيرب ing. هنا انا ما قلتلكش ان was or were بيجي وراها فيرب ing، انا هنا قلت لك بيجي بعديها noun اسم او adjective صفه. was or were بيجي بعديها هنا في الباست سمبل noun او adjective. يعني ايه؟ اديني اكزامبل اقول لك كده. I was at school. انا كنت في المدرسه. انا جبت لك اهو I subject، بعد كده was، بعد كده noun. مش كلمه school دي noun اسم بس كده خلاص. موجوده في انهي زمان في الباست سمبل؟ انا عرفت منين؟ لان انت بدات بالسبجكت، بعد كده was، بعد كده قلت لي اسم school. قلت لك مثلا she was clever، هي كانت ذكيه، يبقى انا بدات بالسبجكت، بعد كده was، بعد كده clever ذكيه ده صفه. خلاص يبقى دي في الباست سمبل عرفت منين؟ عشان بدات فاعل was صفر بس. يبقى كده شكلين في الباست سمبل في الاكتف. طيب تعالى بقى نشوف الباسيف. عندنا اكتف وباسيف اللي هو مبني للمعلوم ومبني للمجهول. طيب
مين اللي معلوم مين اللي مجهول؟ ما انا قلت لك بقى الفاعل معلوم فبدانا بيه فوق اهو، بدانا بالسبجكت عشان هو معلوم انا اعرفه فبدات بيه. لكن الباسيف عكسها، انا ما اعرفش الفاعل، مش معلوم اسمه مجهول فانا ما اعرفوش، فهبدا بمين؟ مين اللي قدامي ابدا بيه؟ الاوبجكت اللي هو المفعول. يبقى انا هبدا هنا بالاوبجكت اللي هو المفعول، وهنتهي بالبي بي التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. كلام جميل. واللي فوق بنزله تحت اللي هو verb to be في الباست اللي هو was or were. مفعول was or were والبي بي. لا انا مش فاهم حاجه، بس اقول لك انا فوق لما قلت لك في اول فورم لينا، اول شكل لينا في المبني للمعلوم، لما جيت قلت لك I watched TV، انا اتفرجت على التلفزيون. I studied English، انا ذاكرت انجليزي. كلام جميل. مين اللي ذاكر؟ انا الفاعل subject، صح؟ ذاكرت ايه؟ انجليزي. الانجليزي هو المفعول، هو اللي تذاكر. طيب هنا التكوين ايه؟ التكوين بيقول لك ابدا بالمفعول، يبقى تبدا له بمين؟ بالانجليزي اللي تذاكر. يبقى هتقول انجلش هو الاوبجكت. طب هو الانجلش ياخد ووز ولا وير؟ ياخد ووز طبعا، مفرد، يبقى انجلش ووز. طيب نيجي هنا للبي بي التصريف الثالث للفعل، بقول الفعل كان في الجمله الاساسيه ايه؟ تصريف تاني اللي هو ايه؟ studied. التصريف الثالث برضو منه studied، يبقى English was studied. الانجليزي اتذاكر بواسطتي، يبقى تم مذاكره الانجليزي بواسطتي يعني اللي هي ايه؟ by me. I هتتحول me. طيب ده باختصار الباسيف. نيجي لثالث حاجه، انا قلت لك كل زمن لازم تبقى فيه عارف كام حاجه؟ 5 حاجات: معلوم، مجهول، نفي. نيجي لثالث حاجه اللي هي النفي، النيجاتيف. انفي ازاي؟ قال لي في الباست سمبل انا عندي 3 طرق انفي بيها. اول طريقه او اول تكوين يعني ببتدي بالسبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده didn't والفعل في المصدر infinitive. كلام جميل. يبقى اقول she didn't watch ولا watched؟ watch. he didn't play ولا played؟ play. فعل في المصدر برجعه لاصله من الاخر، بيخاف بيترعب من didn't فبيرجع لاصله، بيرجع لمصدره، التصريف الاول ليه. ده كده اول شكل في النفي في الباست سمبل. طب تاني شكل ايه؟ قال لي ببتدي برضو بالسبجكت، بعد كده wasn't was aware not، وبعد كده noun او adjective عشان الناس اللي حافظه ان was aware دايما في الباست في الماضي بيجي بعديها فيرب ing، اوعى تتلخبط، ممكن يجي بعديها noun او adjective، ممكن يجي بعديها اسم او صفه. فتعالى كده نشوف. انا في الاول فوق هنا قلت لك هي كانت ذكيه she was clever. طب عايز اقول هي ما كانتش ذكيه، نفيت عادي was اخليها wasn't. هو كان في المدرسه، هو عايز اقول هو ما كانش في المدرسه، خلاص عادي، بدل he was at school هقول he wasn't at school، هو ما كانش في المدرسه. فعادي جدا، الدنيا بسيطه جدا جدا. يبقى ده تاني شكل في النفي. طيب تالت شكل في النفي ايه؟ بص كده، تالت شكل عندنا ايه هو؟ هو في ايه؟ تالت شكل عندنا ايه هو بقى؟ قال لي بتبتدي برضو بالسبجكت، وبعد كده never، بعد كده ايه؟ never، وبعد كده verb to. اهو ده تالت شكل كده عندنا. يعني ايه؟ يعني never ملهاش لازمه، هفق من الاخر. الفعل نفسه ما بيخافش منها زي didn't. يعني didn't فوق الفعل جه فين؟ في المصدر infinitive، صح؟ لكن never الفعل بيجي في التصريف بتاع الزمن بتاعه. يعني ايه؟ يعني احنا كده تعالى نرجع للمبني للمعلوم فوق عادي جدا. مش احنا هنا قلنا فاعل والتصريف الثاني اللي هو verb to؟ نفس النظام عندنا هنا بعد never هنجيب برضو verb to التصريف الثاني. يبقى يلا قول ورايا، اقول he never play ولا played؟ ليه؟ تصريف ثاني. انا بنفي بس برضو الفعل هينزل في التصريف الثاني مش هيرجع للمصدر. ليه؟ عشان عندي never. طب لو بعد didn't؟ لا didn't يجي بعدها verb infinitive. طب بعد never؟ لا never يجي بعدها التصريف الثاني في الباست simple، خلي بالك. طيب ده كده كان ثالث حاجه معانا. كده عرفنا ازاي نكون جمله خبريه عاديه جدا، ازاي نكون جمله مبنيه للمجهول، ازاي ننفي في الباست سمبل.
يلا رابع حاجه معانا question، السؤال. ازاي نسال في زمن البوست سمبل؟ ازاي هسال ازاي؟ قال انا عندي نوعين من الاسئله، سؤال بيس اور نو اللي هو بهل يعني، وعندي سؤال بادوات الاستفهام اللي هي وات ووير ووين والكلام ده اللي انتوا عارفينه. طيب تعالى كده نشوف، هقول لكم على تريكايه كده بسيطه تقدر ان انت تنفي بيها في اي زمن. اللي بتنفي بيه في الزمن بتشيل نوت وبتسال بيه، اللي بنفي بيه بسال بيه من غير نوت. اقول تاني، اللي بنفي بيه بسال بيه من غير نوت. مش فاهم انا فوق نفيت بايه؟ didn't. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا فوق نفيت بايه؟ didn't صح؟ يبقى احذف نوت واسال did. فوق نفيت بايه؟ wasn't او weren't. حلو الكلام؟ يبقى احذف نوت واسال was or were. يلا بينا. اول حاجه عندنا هنا نفيت فوق didn't، يبقى هنا هسال did. نفيت فوق wasn't or weren't، يبقى هنا هسال was or were. كلام جميل؟ كلام جميل. طيب تكمله السؤال ايه؟ قال لي والله احنا بنعمل مقص. هنا subject didn't، بعد كده هنا هتعكس بقى did، بعد كده ايه؟ السبجكت. وبعد كده طبعا هنجيب الفيرب انفينيتيف الفعل في المصدر. طب ليه؟ عشان لسه عندي did. يبقى هقول هل هو ذاكر انجليزي؟ هل انا بدات بهل، يبقى لازم ابدا بدid في البوست سمبل. طيب يلا قول لي did he study ولا studied؟ study بقى، ما انا لازم ارجع الفيرب انفينيتيف عشان did عندنا. يبقى did he study English yesterday؟ هل هو ذاكر انجلش امبارح؟ طيب هنا بقى نفس النظام، subject بنعمل مقص، وبعد كده هنا بنجيب noun او adjective. انا هنا عايز اسال، طيب هسال both or subject noun او adjective. طب ليه هنا انا حطيت noun او adjective؟ عشان هنا بكون سؤال لتكوين او للشكل الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه فوق، اللي هو subject was or were noun او adjective. هساله، يبقى هعمل مقص، بدل ما ابدا بالسبجكت هبدا بوز اور وير، بعد كده هجيب السبجكت، بعد كده ناون او ادجكتيف. فهنا انا كنت بقول هو كان في المدرسه، عايز اسال هل هو كان في المدرسه؟ يبقى اقول was he at school. طيب هي كانت ذكيه، هل هي كانت ذكيه؟ يبقى اقول ايه؟ was she clever؟ هل هي كانت ذكيه؟ طيب يبقى كده ده تاني شكل عندنا في الكويستشن بالنسبة للسؤال بهل اللي هو إجابته بتبقى yes or no. تاني شكل عندنا اللي هو أدوات الاستفهام اللي هو WH question. ده بقى اللي هو سواء what where when why who الكلام ده كله انتوا عارفين يعني ال WH question. من الآخر كده أنا بجيبه المكان بتاعه قبل السؤال بهل، يعني يتحط هنا كده قبل did. أدوات الاستفهام تتحط هنا قبل did أو قبل was or were. تعال ناخد مثال، اقول لك مثلا ماذا فعلت بالامس؟ فيعني ايه ما او ماذا؟ وات. يلا كده معايا وات. خلي بالك انا هقول لك السؤال بعد كده هنستخرج منه التكوين، هنعكس المره دي. ماذا فعلت؟ خلي بالك ان انا قلت لك انت بتحط اداه الاستفهام قبل did، يبقى هتقول لي وات did. ماشي. بعد كده subject اللي هو الفاعل، ماذا فعلت انت اللي هي يو، انت يعني يو، يبقى وات ديد يو. وبعد كده فيرب انفينيتيف الفعل في المصدر من ايه؟ من فعل يفعل، يبقى وات ديد يو دو. بعد كده اكتب له ايه؟ yesterday. ماشي. ماذا فعلت بالامس؟ ايه اللي حصل هنا؟ خدت بالك من حاجه هنا ان وات هي اللي اتضافت قبل السؤال بهل. يعني انا هنا عندي did، بعد كده السبجكت، وبعد كده verb infinitive، صح ولا لا؟ ضفنا بس ال WH question أداة الاستفهام قبل السؤال بهل. يبقى تعالى كده نستخرج التكوين. يبقى هبدأ بال WH، بعد كده did، بعد كده السبجكت، وبعد كده الverb infinitive الفعل فين؟ في المصدر. كلام جميل؟ يبقى ده نوعين من الأسئلة. بعد كده احنا كده خدنا معلوم مجهول نفي سؤال. آخر حاجة عندنا الاستخدام. امتى بقى بستخدم البوست سمبل؟ امتى بستخدمه؟ انت عمال تقول لي كون جمله فيه ازاي، واسال وانفي فيه ازاي، وكون جمله مجهول ازاي. امتى بقى استخدمه؟
اليوسج. الاستخدام. اتفقت معاكم ان اي زمن في الماضي، اي تنس في الماضي بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي، بس الباست سيمبل بيبقى حدث ايه؟ زي ما اتفقنا لحظي ما بياخدش وقت او متقطع حصل على فترات. يبقى اول استخدام ليه اكتبوها انتوا بقى عندكم، يبقى اول استخدام ليه ان حدث بدأ وانتهى في الماضي بس بصورة لحظية ما خدش وقت او متقطعة. يعني ايه متقطعة يا مستر؟ يعني كده اقول لك مثلا محمد صلاح لعب في ليفربول من 2010 ل 2019. هل محمد صلاح هنا اقول played past simple ولا اقول was playing؟ انت مثلا المفروض تقول was playing لان انت هنا حطيت لي duration فتره استمر فيها الفعل، قلت لي من 2010 ل 2019 صح؟ وبدا وانتهى في الماضي وحطيت لي فتره زمنيه يبقى past continuous اللي احنا لسه هناخده. لا غلط، past simple برضو اللي احنا خدناه. هختار played مش هختار was playing. طب ليه؟ لان الحدث ده ان محمد صلاح لعب في ليفربول من 2010 ل 2019، الحدث ده حصل على فتره متقطعه من 2010 ل 2019. اكيد محمد صلاح ما كانش بيلعب في الملعب، اكيد الفتره دي كلها ما كانش هو اخره 90 دقيقه وبيموت، مع احترامنا لمحمد صلاح يعني اخره 90 دقيقه ومش هيقدر يكمل. 120 دقيقه يا عم مش هيقدر يكمل بعد كده صح؟ بيروح بقى البيت وبيروح التدريب، بيروح هنا بيروح هنا الكلام ده كله. فهو هنا لعب في ليفربول من 2010 ل 2019 بس بصوره متقطعه مش بصوره مستمره بدون توقف. فساعتها هنا بقى نختار الباست سمبل مش الباست كونتينيوس، والنقطه دي لعب عليها في ثانويه عامه قبل كده. طيب في حاجه كمان، قال لي الباست سمبل بيعبر عن عادات متكرره برضو بس فين؟ في الماضي، اللي هي هتاخدنا لدرس تاني اسمه يوزد تو بدون دخول في تفاصيل، ده ليه محاضره لوحده ان شاء الله. طيب بعد كده بيقول لي برضو الباست سمبل من ضمن استخداماته ان هو بيعبر عن سرد احداث قصه. سرد احداث قصه، وده اللي كان موجود في منهج ثانويه عامه السنه اللي فاتت في قصه جريت اكسبكتيشنز. القصه كلها كانت تعتبر في الباست في الماضي واكتريتها في الباست سمبل، فهو بيعبر عن سرد احداث قصه في الماضي. ايه تاني؟ قال لي الباست سمبل برضو بنستخدمه استخدامات عديده جدا اللي انا شرحتها لك في الاول، وقلت لك ان هو ممكن استخدمه مع نفسه، ممكن استخدمه ان هو يقطع حدث تاني مع الباست كونتينيوس، ممكن استخدمه كسكند اكشن مع الباست بيرفكت، ممكن استخدمه كسكند اكشن مع الباست بيرفكت كونتينيوس. ايه تاني؟ ايه تاني؟ قال لي برضو الباست سمبل ممكن استخدمه في حالات اف. انهي كونديشن فيهم بقى؟ انهي حاله من حالات اف؟ قال لي الحاله الثانيه سكند كونديشن. بنحط هنا الباست سمبل تبقى عباره عن اف باست سمبل، والناحيه الثانيه وود او كود او مايت والفيرب انفينيتيف. يعني برضو الباست سمبل بيتم استخدامه في قاعده اف. فالباست سمبل ده في غايه الاهميه، لازم تبقى حافظ التكوينات اللي انا قلت لك عليها عشان تعرف تكون جمله في الباست سمبل. طيب واحده واحده بقى تعالوا نكمل. قال لي عندنا بعديها الباست كونتينيوس. الباست كونتينيوس اتفقت معاكم بقى خلاص، 5 حاجات في كل زمن لازم تحفظها: معلوم مجهول نفي سؤال استخدام، معلوم مجهول نفي سؤال استخدام، active passive negative question usage، active passive negative question usage. ال5 حاجات دول لازم تبقى عارفهم في كل تنس، خلي بالك. يلا بينا. اول حاجه عندنا الاكتف. احنا دخلنا دلوقتي على الماضي المستمر الباست كونتينيوس. الاكتف هنا مين الفاعل؟ مين اللي معلوم؟ الفاعل السبجكت هنبدا بيه. بعد كده بيقول لي subject was or were plus verb ing. اتفقت معاكم بقى ان الماضي المستمر الباست كونتينيوس ده بيعبر عن حدث بدا وانتهى في الماضي. ايه ده، هم كلهم بداوا وانتهوا في الماضي؟ ال4 ازمنه اللي في الماضي اللي انا قلت لك عليهم بداوا وانتهوا في الماضي. بس الباست كونتينيوس بيعبر عن حدث بدا وانتهى في الماضي بس خد فتره زمنيه معينه، حصل في فتره زمنيه معينه استمر فيها يعني. duration زي ما انا شرحتها لك في الاول. يعني اقول لك he was playing football at 9 p.m. هو كان بيلعب كوره الساعه 9 بالليل yesterday امبارح مثلا، تمام؟ وهو ده الفرق، ان انا هنا حددت لك وقت، بمعنى ان انا هنا هيجي يقول لك مثلا at
ويقول لك فتره زمنيه at مثلا 7 مثلا PM، في تمام الساعه السابعه مثلا او في تمام اي ساعه at وفتره زمنيه. يجي يقول لك all مثلا all، وبعد all يقول لك مثلا all day all night all morning وهكذا، يجيب لك all وبعديها فتره زمنيه. يجي يقول لك مثلا from من نقط to نقط، يقول لك هنا من الساعه مثلا 5 للساعه 6. ايوه يعني ده برضو فتره زمنيه استمر فيها الفعل. كل دول كده، كل دول وغيرهم حاجات بتدل ان اللي حدث استمر، خد وقت. طالما خد وقت يبقى continuous على طول، وطالما شفت كلمه continuous دي يبقى verb ing. كلام جميل. طيب تعالى نشوف اللي بعديها. قلنا معلوم مجهول. مين اللي مجهول؟ الفاعل، معرفوش. طب طالما معرفوش هبدا بمين؟ زي ما قلنا هبتدي بالاوبجكت اللي هو المفعول. حلو قوي. وهنتهي بالايه؟ بالبي بي. برافو عليك، التصريف الثالث. واللي فوق بنزله تحت، اللي هو ايه اللي فوق؟ اللي هو was or were. نفس النظام اللي حصل في الباست سمبل، بس هنا عشان continuous فهجيب being. بجيب ايه؟ being. احفظوا بقى الكلمه دي، being بنجيبها قبل البي بي، قبل التصريف الثالث في اي زمن استمراري ما عدا الفيوتشر كونتينيوس. يعني بنجيبها في الباست كونتينيوس وفي البريزنت كونتينيوس قبل البي بي، قبل التصريف الثالث. انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه يا مستر. اديني مثال، اديني اكزامبل. انت عمال تجري كده، اديني اكزامبل اقول لك. انا مش من شويه قلت لك انا كنت بلعب كوره امبارح الساعه 9 بالليل؟ حول لي الجمله دي بقى لباسيف. يلا حولها من اكتف لباسيف، من معلوم لمجهول. عايز اقول ان كرة القدم اتلعبت بواسطتي امبارح الساعة 9 بالليل. حلو الكلام؟ ما انا ما اعرفش الفاعل مين. فهبتدي بالمفعول اللي هي ايه؟ اللي هي فوتبول. ما انا لعبت ايه؟ لعبت الكورة المفعول بيه. يبقى هبتدي بالاوبجكت اللي هي فوتبول. فوتبول مفرد ولا جمع؟ مفرد. سنجلر تاخد واز، يبقى فوتبول واز. بعد كده بينج. بلاي ولا بلايد؟ بلايد. البي بي يبقى فوتبول was being played by me yesterday at 9 p.m. ومهم جدا تكمل الجمله وتقول at 9 p.m. في تمام الساعه 9، عشان ده اللي بيثبت الديوريشن دي اللي بتثبت ان الزمن ده زمن استمر في الفعل او زمن استمراري. طيب ثالث حاجه اكتف باسيف، معلوم مجهول، نفي. النيجاتيف. يلا هننفي ازاي؟ خلاص بقى بسرعه بقى كده سريعا. يلا subject، وبعد كده هنا الاثبات الافيرماتيف اهو فوق عندي was aware، يبقى اكيد النفي ايه؟ wasn't aware. سهله يعني ما فيهاش حاجه. يبقى هقول اهو was not اللي هي wasn't، aware not اللي هي weren't. وبعد كده verb ing. ما بجيبش بقى verb infinitive، مالناش دعوه بالباست سمبل. هنا بنجيب verb ing. انا كنت بلعب كوره، انا ما كنتش بلعب كوره امبارح الساعه 9 بالليل. يبقى I wasn't playing football yesterday at 9 p.m. أنا ما كنتش بلعب كورة امبارح الساعة 9 بالليل. تمام كده؟ خلاص نفيت الجملة المثبتة. طيب ثالث حاجة عندنا، تجري أنت بتجري، مش عارف أنا كلام تحسه إيه؟ بينزل كده. دي مشكلتي بقى إيه مع السمارت بورد والله. يعني مشكلة كبيرة مع السمارت بورد، الكلام بحسه إيه؟ بيغطس لتحت كده. لكن الوايت بورد في الكلاس عادي الدنيا بتمشي مظبوطه. القلم ده فيه حاجه غريبه. يلا ما علينا. معلوم مجهول، نفي. النيجاتيف. بعد كده عندي الكويستشن، السؤال. يلا بينا يلا بينا. قلت لك خلاص بقى عندنا سؤال بيس اور نو، عندنا سؤال بالدبليو اتش. اول حاجه يس اور نو هنسال بايه؟ اللي بنفي بيه بسال بيه من غير نوت. اتفقنا؟ يبقى هنا بنفي بوزنت يبقى اسال بوز، بنفي بويرنت هسال بوير، يبقى هسال بوز اور وير. ايه ده؟ ما انت في الباست سمبل فوق كنت بتسال برضه بوز اور وير، بس كنت بجيب في الاخر فيرب اي ان جي، ولا كنت بجيب نون او ادجكتيف، كنت بجيب اسم اوصف. لكن هنا هجيب فيرب اي ان جي. حلو، بس هنعمل مقص الاول. يبقى was aware، بعد كده السبجكت، وبعد كده verb ing. يلا نفس الاكزامبل اللي احنا خدناه في الاول هنسال بيه. عايز اقول هل هو كان بيلعب كوره امبارح الساعه 9 بالليل؟ يلا هل اللي هي was
طب ليه بدات بواز؟ عشان السبجكت اللي جاي بعديه هنا هي. هل هو اللي هي فلازم ابدا بواز. يبقى اقول was he بعد كده verb ing was he playing football yesterday at 9 p.m. هل هو كان بيلعب كوره امبارح الساعه 9 بالليل؟ طيب بعد كده عندنا اخر حاجه اليوسج. امتى بقى بستخدم الباست كونتينيوس؟ الباست كونتينيوس باختصار انا قلت لك ان هو بيعبر عن حدث بدا وانتهى في الماضي بس استمر لفتره معينه او حصل في وقت معين. ايه تاني؟ اقدر استخدم الباست كونتينيوس مع نفسه على فكره. يعني ايه؟ يعني اقول وانا قاعد بتفرج على التلفزيون كده مراتي كانت بتحضر العشاء. طيب هو انا عطلت هو انا عطلت مراتي عن تحضير العشاء؟ لا. طب هي عطلتني عن الفرجه على التلفزيون؟ لا، محدش فينا عطل التاني. يعني انا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون في نفس الوقت هي كانت قاعده جوه بتحضر العشاء. يعني حدثين مستمرين في نفس الوقت دون ان يقطع احداهما الاخر. صح ولا لا؟ يبقى ساعتها تكوين الجمله هيكون past continuous. حلو كده؟ يبقى الجملتين هيكونوا past continuous. طب ما تيجي كده نقولها بالانجلش. هقول ايه؟ while I was watching TV my wife was preparing the dinner. انا قلت بتحضر مش بتطبخ، ما قلتش cooking. بتحضر preparing. يبقى وانا قاعد اتفرج على التلفزيون مراتي كانت بتحضر العشاء. الاثنين past continuous. كلام جميل. ده بالنسبه لاستخدام الباست كونتينيوس زمن الماضي المستمر. ننزل بعديها سريعا كده على الباست بيرفكت، الماضي التام. يلا سريعا اكتب. المبني للمعلوم بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من subject فاعل وبعد كده had بلس البي بي. خلي بالك بقى ان كل ده كده ده التكوين، صح؟ subject had والبي بي، فعل had والتصريف الثالث، ده الماضي تام. هل التكوين انتهى على كده؟ قال لي لا. افكرك في الخريطه بتاعتنا لما بدانا فوق قلت لك ان الماضي التام ده بيعبر عن حدثين. تاني قلت لك ان الماضي التام ده بيعبر عن ايه؟ حدثين، two actions. وهو بيكون الحدث الاولاني وده تكوين الحدث الاولاني. طب ايه تكوين الحدث الثاني؟ قال لي تكوين الحدث الثاني احنا خدناه قبل كده اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو الباست سيمبل. يبقى الحدث الاولاني باست بيرفكت والحدث الثاني باست سيمبل. انا مستر نسيت الباست سيمبل. الباست سيمبل ده فكرك اللي هو كان التصريف الثاني للفعل اللي هو فيرب تو اللي هو باضافه دي او اي دي او اي اي دي. كلام جميل. او was or were noun او adjective. ما تدينا مثال يا مستر. اقول لك after I had finished my homework I slept. بعد ما خلصت الواجب بتاعي نمت. طب بقول لك ايه؟ هو ايه اللي حصل الاول؟ انا خلصت الواجب بتاعي الاول ولا نمت؟ خلصت الواجب الاول وبعد كده نمت. اذا جمله خلصت الواجب دي هي الفيرست اكشن، هي الحدث الاولاني، فلازم يكون فيها هاد والبي بي. بعد كده انا نمت الحدث الثاني، فلازم تكون في الباست سيمبل. ده باختصار هو ده الباست بيرفكت زمن الماضي التام، بيعبر عن حدثين والماضي التام تكوينه هو الحدث الاولاني وبعد كده بنجيب الباست سيمبل كحدث ثاني. فنقول الجمله ثاني. after بعد I had اهو I فاعل had finished تصريف ثالث. بعد ما خلصت ايه؟ مفعول بقى اللي هو ايه؟ اللي هو homework. after I had finished my homework بعد ما خلصت الواجب بتاعي I slept فاعل والتصريف الثاني اللي هو past simple انا نمت. ده كده بالنسبه لتكوين المبني للمعلوم في زمن الماضي التام. تاني حاجه عندنا تكوين المبني للمجهول. سهله جدا يا صديقي، ركز معايا. قلت لك مين المجهول؟ الفاعل، فانا ما اعرفوش. طب هبدا بمين؟ بالمفعول. هبدا بالاوبجكت. بعد كده هنتهي بالتصريف الكام؟ قال لي هتنتهي بالتصريف الثالث. كلام جميل.
خلاص بقى نفس الطريقه اللي احنا اتعودنا عليها، هتنتهي بالتصريف الايه؟ هتنتهي بالتصريف الثالث في كل الازمنه كده على فكره، هتنتهي بالتصريف الثالث. واللي فوق بنزله تحت. مين اللي فوق؟ هاد، هنزلها تحت يبقى مفعول بلس هاد. طب ناقصنا ايه هنا؟ كلمه بين. بين. طب ليه؟ ما هي بين دي الباست بارتيسيبل التصريف الثالث من بي. تمام كده؟ طيب من الاخر كده انا هريح لك، ما انت شكلك مش فاهم حاجه، هريح لك دماغك ان انا هقول لك انا الليله. هنحط بين قبل الباست بارتيسيبل قبل البي بي في اي زمن اسمه بيرفكت. اي زمن فيه كلمه بيرفكت هتحط في تكوين المبني للمجهول بتاعه في تكوين الباسيف بين قبل البي بي. حفظ كلام جميل بس كده عشان تريح دماغك. طب ما تحط لي كده او تقول لي نفس الجمله. يلا. الجمله كانت عندنا في المبني للمعلوم بتقول after I had finished my homework I slept. بعد ما خلصت الواجب بتاعي نمت. يلا. بعد ما الواجب بتاعي خلص نمت. مين اللي خلصه؟ انا. بس انا هنا ما بداتش بقى انا اللي خلصت الواجب، انا هنا قلت بعد ما الواجب بتاعي خلص، بدات بالواجب، بدات بالمفعول. يبقى هقول my homework had been finished، الواجب بتاعي خلص، وبعد كده بقى اجيب الجمله الثانيه اللي هي past simple، ماضي بسيط. طبعا كده جملتي لازم يكون فيها past simple. يبقى after my homework had been finished I slept. بعد ما الواجب بتاعي خلص انا نمت. يبقى تكوين الباسيف ملوش دعوه بالباست سمبل، امال ليه دعوه بايه؟ ليه دعوه بالباست بيرفكت، بالجزء الاولاني اللي عندنا. يبقى انا كده عندي معلوم مجهول، بعد كده نفي. هنفي ازاي؟ يلا. النيجاتيف. يلا بينا. هبتدي بالسبجكت وبعد كده hadn't وبعد كده البي بي. طبعا الجزء الثاني ما ننساهوش اللي هو الباست سمبل. كلام جميل. يبقى هقول subject plus hadn't plus البي بي والناحيه الثانيه past simple. ده بالنسبه للنيجاتيف. طب السؤال هسال ازاي؟ خلاص بقى اللي بنفي بيه بسال بيه من غير نقطه، احنا اتفقنا قدناها كذا مره. الكويستشن تكوين السؤال هسال بايه؟ هسال بهاد اهو. ليه؟ لان انا عندي هنا بنفي بهادنت، يبقى هحذف نوت هيبقى لي هاد، يبقى هسال بهاد. بعد كده نعمل مقص فهنزل السبجكت، بعد كده البي بي ثابت التصريف الثالث، وطبعا الناحيه الثانيه عندي السكند اكشن اللي هو الباست سمبل. طيب وعرفنا اليوسج بتاعته، الاستخدام بتاعه، بستخدمها في ايه؟ بستخدم الزمن ده في ايه؟ بستخدم الزمن ده عشان اعبر عن تو اكشن. The first one is past perfect and the second one is past simple. الحدث الاولاني بيكون past perfect والحدث الثاني بيكون past simple، وده باختصار زمن الباست بيرفكت الماضي التام. نيجي الرابع واحد اللي هو الباست بيرفكت continuous، زمن الماضي التام المستمر. اول حاجه المبني للمعلوم، هبتدي بالسبجكت وبعد كده had been plus verb ing. خلي بالك ان برضو subject و had been plus verb ing اللي انت شايفه قدامك ده الفيرست اكشن، ده الحدث الاولاني. ايه ده يا مستر؟ الباست بيرفكت كونتينيوس برضو بيعبر عن حدثين، الحدث الاولاني بيبقى ماضي تام مستمر والحدث الثاني برضو بيبقى ماضي بسيط. طب هو ايه الفرق كده يا مستر ما بين الماضي التام اللي احنا لسه شارحينه وما بين الماضي التام المستمر؟ اللي هو ايه الفرق ما بين باست بيرفكت وباست بيرفكت كونتينيوس؟ ايه الفرق؟ شرحناها في الاول لما قلنا عملنا قصه تخيليه والفرق ما بين الفريقين. قلت لك ان البيرفكت ده بيعبر عن حدث ايه؟ لحظي، لكن البيرفكت كونتينيوس ده بيعبر عن حدث في ديوريشن، حدث استمر لفتره معينه، صح ولا لا؟ بس كده. يبقى الحدث الاولاني بيبقى باست بيرفكت كونتينيوس والحدث الثاني بيبقى باست سمبل. طب ما تدينا اكزامبل. اقول لك كده after I had been working
all day I slept. بعد ما كنت شغال طول اليوم نمت او خدت ريست عادي. بعد ما كنت بذاكر طول اليوم نمت. after I had been studying مثلا English all day I slept. هو ايه اللي حصل هنا؟ قلت all day طول اليوم، ما ده بيعبر عن duration، بيعبر عن فتره استمر فيها الفعل. قلت لك مثلا after I had been watching the series، بعد ما كنت بتفرج على المسلسل from 7 to 8 p.m. من الساعه 7 للساعه 8 I slept نمت. يبقى دول هم حدثين، الحدث الاولاني ان انا كنت بتفرج على مسلسل او كنت ايا يكن كنت بعمل ايه، وبعد كده الحدث الثاني ان انا نمت. الحدث الثاني في البوست سمبل والحدث الاولاني في البوست بيرفكت كونتينيوس. بس البوست بيرفكت كونتينيوس بيعبر ان الحدث استمر. طالما في كلمه كونتينيوس يبقى الحدث ايه؟ استمر. طيب ده كده كان بالنسبه للاكتف. طيب الباسيف بقى، عشان اعرفك الباسيف في الزمن ده هنرجع فوق عشان افهمك. نرجع للخريطه بتاعتنا. انا هنا كنت قايل لك عندنا ازمنه تامه وتامه مستمره. ركز معايا بقى في التامه المستمر. احنا هنا عندنا past perfect continuous ماضي تام مستمر، present perfect continuous مضارع تام مستمر، future perfect continuous مستقبل تام مستمر. شايفين بقى الثلاثه دول؟ شايفين الثلاثه دول كده؟ التكوين بتاع الباسيف بتاعهم، تكوين المبني للمجهول في الثلاث ازمنه الاخر دول سواء في الماضي او في المضارع او في المستقبل بيقلدوا اللي فوقيهم. من الاخر عشان ما توجعش دماغك، يعني ايه بيقلدوا اللي فوقيهم؟ يعني تكوين الباسيف في الباست بيرفكت كونتينيوس هو تكوين الباسيف في الماضي التام. تكوين الباسيف في المضارع التام المستمر اللي هو البريزنت بيرفكت كونتينيوس هو تكوين الباسيف في البريزنت بيرفكت. تكوين الباسيف في الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس هو تكوين الباسيف في الفيوتشر بيرفكت. وده بقى يودينا لحته. تعالى كده ننزل تحت نشوف. احنا هنا شرحنا الباست بيرفكت وقلنا ان الماضي التام تكوينه في الباسيف ايه؟ تعالى نفتكر كده. مفعول اوبجكت، بعد كده هاد بين والتصريف الثالث، صح كده؟ اقول لك على حاجه، هنا نفس النظام. هنا برضو تكوينه هيكون مفعول اللي هو الاوبجكت وهاد بين والتصريف الثالث. تكوين الباسيف في الباست بيرفكت كونتينيوس هو تكوين الباسيف في الباست بيرفكت. تكوين الباسيف في البريزنت بيرفكت كونتينيوس هو تكوين الباسيف في البريزنت بيرفكت. كلام جميل؟ طيب ثالث حاجه عندنا معلوم مجهول نفي. النيجاتيف، يلا بسرعه. بنفي بايه؟ قال لي والله هنا اهو هتبقى ايه؟ hadn't. يبقى hadn't been وفيرب ing. وطبعا ما ننساش ان هنا في second action اللي هو الباست سمبل. طيب وبعد كده هيتبقى لنا ايه؟ قال لي هيتبقى لنا الكويستشن. حلو، السؤال هسأل بايه؟ اللي بنفي بيه بسأل بيه من غير نوت، فهحذف هنا نوت يبقى هسأل بهاد. حلو قوي الكلام ده. هسأل بهاد، بعد كده بعمل مقص فهجيب السبجكت الفاعل. حلو، وبعد كده قال لي بعد كده هتجيب بين وفيرب ing. وما ننساش البوست سمبل كحدث تاني. طيب امتى بستخدم الباست بيرفكت كونتينيوس الماضي التام المستمر ده؟ لما اكون بعبر عن تو اكشنز، حدثين. الحدث الاولاني استمر لفتره معينه وبعد كده حصل وراه الحدث الثاني. طبعا في روابط كتير جدا بنستخدمها. طبعا الرابط ده موجود ليه؟ عشان يربط ما بين ايه؟ حدث ولا اتنين؟ حدثين اكيد. في بقى بعض الروابط بنستخدمها مع الازمنه التامه والتامه المستمره لان هم بيعبروا عن تو اكشنز، حدثين، فبنضطر نستخدم معاهم روابط زي افتر، زي بيفور، الكلام ده كله. وافتر بيجي بعديها باست بيرفكت وهكذا.
وبيفور بيجي بعدها باست سمبل. الكلام ده هندرسه بالتفصيل لما انزل ان شاء الله كل زمن لوحده بالنوتس بتاعته. انا هنا كده بشرح لك الخمس حاجات الاساسيه اساسيه لازم تكون عارفها في كل زمن عشان تعرف تكون جمله، وامتى تستخدم الزمن ده، امتى تستخدمه. بس ده اللي انا بشرحه لك. كده احنا خلصنا ازمنه الباست طبعا من غير النوتس بتاعتها. حلو، لسه هنزل بقى ليكتشرز محاضرات تانية كل زمن كل تنس بالنوتس بتاعتها. طيب يلا بينا بقى يا صديقي ننتقل لازمنه البريزنت المضارع. بس قبل كده ما ننتقل لازمنه المضارع عايزك تاخد بريك كده، تروح تعمل كوبايه شاي كوبايه قهوه زي ما انت عايز، وتيجي تقعد كده ويلا بينا نبدا. يلا بينا. اول حاجه عندنا البريزنت سمبل. طبعا احنا عارفين وزي ما اتكلمنا ان عندنا سواء في الباست او في البريزنت او في الفيوتشر عندنا simple continuous perfect continuous بسيط مستمر تام مستمر. فاول حاجه هنبدا بيها هو الزمن البسيط اللي هو البريزنت سمبل، مضارع بسيط. طيب مضارع بسيط بمنتهى البساطه قلنا 5 حاجات اساسيين لازم نكون عارفينها. معلوم مجهول نفي سؤال استخدام. اول حاجه المبني للمعلوم، الاكتف مين اللي معلوم؟ السبجكت. هبدا بالسبجكت. بعد كده على حسب والله السبجكت، والله بيقول لي ان لو السبجكت ده الفاعل ده عندي هنا بروناون هي او شي او ات، عندي هي او شي او ات، هنا هنجيب فيرب اس او اي اس او اي اي اس. خدنا الكلام ده قبل كده. طب لو عندي اي او يو او وي او they يبقى هنا هنجيب فيرب انفينيتيف بمنتهى البساطه. يبقى والله لو انا عندي هي وشي وات بنجيب فيرب اس اي اس اي اي اس، لو عندي اي او يو او وي او they بنجيب الفيرب انفينيتيف. وخدنا الكلام ده كتير زمان، انتوا درستوه زمان كتير. طيب تاني شكل عندنا نرجع لاخوه في الماضي الباست سمبل. في الباست سمبل كان عندنا شكلين لو تفتكروا. تاني شكل فيهم كان بيبدا بالسبجكت بعد كده was or were وبعد كده noun او adjective اسم او صفه. نفس النظام في الماضي فاعل was او were اسم او صفه. يبقى في المضارع يبقى ايه؟ فاعل برضو بس بدل was او were هنخليها ايه؟ برافو عليك am او is او are بعد كده اسم او صفه. طب تعالى كده نشوف. يبقى انا كده عندي ده الشكل الاولاني في الاكتف في المبني للمعلوم. طب ايه الشكل الثاني؟ قال لي والله بتبتدي برضو بالسبجكت وبعد كده verb to be اللي هو ايه؟ اللي هو am او is او are وبعد كده noun اسم او adjective صفه. طيب يعني انا كنت بقول في الماضي she was clever هي كانت ذكيه. يبقى في المضارع هقول ايه؟ هي تكون ذكيه. يبقى she is clever. هنا انا عملت ايه؟ جبت السبجكت او البروناون اللي هو she بعد كده is وبعد كده الادجكتيف الصفه اللي هي clever. طب فانا هنا قلت ايه؟ قلت she is clever هي تكون ذكيه. نفس النظام عايز اقول هو في المدرسه فهقول he is at school school noun. فخلاص بقى احنا عرفنا. يبقى ده كده شكلين بالنسبه للبريزنت سمبل. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الباسيف. عندنا الباسيف المبني للمجهول هبدا بالمفعول، المبني للمجهول هبدا بالمفعول، المبني للمجهول هبدا بالمفعول وبعد كده انتهي بالتصريف الثالث. تعالى كده نرجع للماضي الباست سمبل كنا بنحط في النص هنا ايه؟ وز او وير. برافو عليك. يبقى في البريزنت هنحط ايه؟ ام او از او ار فيرب تو بي. كده انا قايل لك اللي فوق بننزله تحت يبقى هنحط هنا ام او از او ار. كلام جميل كلام جميل. ننزل ليل كده اكتف وباسيف معلوم مجهول. نيجي عند النفي النيجاتيف هننفي بايه؟ والله انا عندي كذا شكل للنفي. كم شكل؟ 3 اشكال. ما هو في الباست سمبل كان في برضه 3 اشكال للنفي. يبقى في البريزنت سمبل نفس نظامهم هم اخوات. طيب اول شكل عندي في النفي فانا هجيب سبجكت وعلى حسب السبجكت لو هنا هي وشي وات يبقى هنفي بدو ولا بداز؟ طبعا هنفي بداز يبقى doesn't. طيب لو هنا اي او يو او وي او they يبقى هنفي بدونت.
وطبعا verb infinitive زي كده ما كنت بنفي في الباست سمبل ب didn't كنا برضو بنجيب بعديها verb infinitive، نفس النظام هنا بنجيب الفعل في المصدر بعد don't او doesn't. يبقى خلاص عرفنا لو don't لازم يبقى السبجكت ايه؟ برافو عليك، او يو او وي او they، لو هي او شي او ات بننفي ب doesn't. طيب تاني شكل عندنا ايه هو؟ تاني شكل عندنا برضو بنبدا بالسبجكت وبعد كده بص بقى هننفي الشكل الثاني اللي هو كان am او is او are noun plus adjective، هننفي بقى يبقى هقول I am not او is not او are not اللي هي aren't. حلو كده. وبعد كده هنجيب النون او الادجكتيف الاسم او الصفه، يبقى هقول مثلا هو كان في المدرسه، هو ما كانش في المدرسه يبقى he isn't at school. هي كانت ذكيه، هي ما كانتش ذكيه يبقى she isn't clever. حلو كده. طيب ثالث شكل عندنا في النفي never، هبتدي بالسبجكت بعد كده never وعلى حسب السبجكت. لو هنا السبجكت الفاعل بتاعي هي او شي او ات فهجيب verb اس او اي اس او اي اي اس. طيب لو هنا السبجكت اي او يو او وي او they يبقى هجيب verb infinitive. ليه؟ لان انا قلت لك ان never لو تفتكر قلت لك في الباست سمبل never دي هافه، الفعل ما بيخافش منها فما بيرجعش لمصدره، مش زي don't و doesn't كده في المضارع وزي didn't في الماضي بيرجع لمصدره. لا، هنا الفعل ما بيعمل لهاش حساب فبيفضل في التصريف بتاع الزمن بتاعه. طب هو ايه التصريف بتاع الزمن بتاعه لما طلعنا فوق هنا؟ انت قلت لي ان بعد هي وشي وات بيجي فيرب اس اي اس اي اس وبعد اي او يو او وي او ذي بيجي الفعل فين؟ في المصدر. يبقى نفس النظام بعد نيفر بنعتمد على الفاعل، لو الفعل اي او يو او وي او ذي بنجيب فيرب انفينيتيف، لو الفعل هي او شي او ات بنجيب فيرب اس او اي اس او اي اي اس. طيب ده كده بالنسبه للنيجاتيف. ننتقل للكويستشن، معلوم مجهول نفي سؤال. الكويستشن السؤال. طيب السؤال اللي بنفي بيه بسأل بيه قلت لكم خلاص بقى، يبقى بنفي بدونت ودازنت يبقى هسأل بدو او داز، وبعد كده بجيب السبجكت وبعد السبجكت فيرب انفينيتيف. خلي بالك. طيب تاني نوع او تاني شكل من اشكال السؤال، تاني شكل هبتدي بام او is او are اللي هو verb to be، وبعد كده السبجكت وبعد كده noun او adjective اسم او صفه. هل هو في المدرسه؟ هل هي في المدرسه؟ هل هو ذكي؟ هل هي ذكيه؟ كده. طيب يبقى هنا انا استخدمت ذكي اللي هي صفه او مدرسه اللي هي ايه؟ اسم. ده كلام جميل. وطبعا ادوات الاستفهام اتفقنا ان هي بتيجي قبل السؤال بهل وشرحناها في ازمنه الماضي. بعد كده اخر حاجه عندي اليوسج. استخدامات ايه اليوسجز؟ الاستخدامات بتاعه البريزنت سمبل. اكتبها بقى عندك. اول استخدام بتكلم عن فاكتس. طيب ايه تاني؟ بنعبر عن الروتين او الهابتس العادات او الروتين اليومي. ايه تاني؟ بنعبر عن الفيلينجز المشاعر. بس كل ده استخدامات البريزنت سمبل في البريزنت. تقصد تقول يا مستر؟ اقصد اقول لك ان البريزنت سمبل مش بس انا ممكن استخدمه في البريزنت في المضارع، ده كمان البريزنت سمبل المضارع البسيط اقدر استخدمه في التعبير عن حدث في المستقبل. ازاي الكلام ده؟ يعني ايه زمن في المضارع بريزنت سمبل اقدر استخدمه في التعبير عن حدث في المستقبل؟ اقول لك انا احنا دلوقتي مثلا بنتكلم الساعه مثلا 6، احنا دلوقتي الساعه 6 بالليل، فاقول لك والله القطر هيتحرك النهارده الساعه 9 بالليل. هو انا قلت لك بيتحرك دلوقتي؟ لا، انا قلت لك هيتحرك، يعني ده ايه؟ مستقبل. المفروض اقول will، صح؟ لا، المفروض اقول will leave is going to leave، صح؟ لا، المفروض اقول مستقبل. لا، انا هنا مش هستخدم مستقبل، هستخدم present simple. طب ليه؟ لان القطر هيتحرك في تمام الساعه الفلانيه، في تمام الساعه 9 مثلا. دي حاجه اسمها time table، جدول مواعيد. طيب طالما بعبر عن تايم تيبل جدول مواعيد، يعني ايه جدول مواعيد يا مستر؟ يعني مواعيد ثابته ما ينفعش ان انا اغيرها. مواعيد بقى طياره، قطر، حصه، فيلم، الكلام ده كله مواعيد ثابته ما بتتغيرش في ميعاد محدد. ساعتها ايا كان بقى الميعاد
التايم تيبل او الميعاد ده في المستقبل ماليش دعوه، انا كده كده هستخدم البريزنت سمبل. يبقى اقول the train leaves ولا the train will leave؟ لا، اقول the train leaves. طب ليه؟ لان الترين القطر بيتحرك في وقت زمني معين، جدول مواعيد ثابت، يبقى لازم استخدم فيه البريزنت سمبل، وهي دي كانت استخدامات البريزنت سمبل. نيجي بعد كده نتكلم عن البريزنت continuous، المضارع المستمر، وده سهل جدا 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 بس في بعض التريكس يعني. اول حاجه الاكتف، اول حاجه المبني للمعلوم بيتكون من ايه؟ بيتكون من subject، بعد كده verb to be اللي هو am or is or are، فاعل am او is او are، verb ing، فاعل am او is او are، verb ing. subject verb to be plus verb ing. هو بيعبر عن ايه يا مستر؟ بيعبر عن حدث شغال دلوقتي right now، بيحصل دلوقتي. طيب ده بالنسبه للاكتف. بالنسبه للباسيف ايه اللي حصل؟ بالنسبه للباسيف والله انا قلت لك هتبتدي بالاوبجكت بالمفعول وهتنتهي بالتصريف الثالث، وقلت لك اي حاجه فيها كلمه continuous، اي زمن في كلمه continuous هنجيب كلمه being. قلت لك الكلام ده مع الباست والبريزنت بس، لو فيوتشر ملوش دعوه. هنجيب كلمه being قبل البي بي، البي بي، واللي فوق بننزله تحت، يبقى هننزل هنا am او is او are، صح كده؟ ننزل هنا am او is او are. يا رب تعرفوا تنقلوا الكلام ده عشان خطي مش احسن حاجه دلوقتي عشان بكتب ايه بسرعه. طيب يبقى هبتدي بالاوبجكت، بعد كده am or is or are، being will be be. يبقى اقول لك I'm playing football right now، انا بلعب كره قدم دلوقتي، عايز احولها باسيف، فهقول ايه؟ football is being played right now by me، الكره بتتلعب دلوقتي بواسطتي. طيب بعد كده عندي معلوم مجهول، يلا برافو عليك، النيجاتيف، النفي. في النفي انا ببتدي بالسبجكت، بعد كده am او is او are not وفيرب ing. بلعب كوره دلوقتي، ما بلعبش كوره دلوقتي، I'm not playing. يعني بتفرج على التلفزيون دلوقتي، ما بتفرجش على التلفزيون دلوقتي، يبقى ايه؟ I'm not watching كده. طيب ده بالنسبه للنيجاتيف. بالنسبه للكويستشن، بالنسبه للسؤال اللي بنفي بيه بسال بيه اللي بنفي بيه ايه؟ بسال بيه. يبقى هنا نفيت بايه؟ بام او اذا وار، طبعا بسال بيه من غير نوت، يبقى هحذف مين؟ هحذف نوت، وهسال بايه؟ هسال بام او اذا وار. وبعد كده السبجكت، وبعد كده verb ing. اقول لك هل هو بيلعب كوره دلوقتي؟ is he playing football right now؟ هل هو بيلعب كوره دلوقتي؟ طيب بعد كده عندي الاستخدام، اليوسج. بستخدمه امتى الباشا ده؟ الباشا ده زي ما قلت لكم ان انا بستخدمه لما اكون بعبر عن حدث at the moment right now، بيحصل دلوقتي، شغال دلوقتي. بس الكلام ده برضو في البريزنت. ايه ده؟ تقصد ليه تاني؟ اقصد اقول لك ان البريزنت سمبل والبريزنت كونتينيوس الاثنين اقدر استخدمهم في الفيوتشر. زي ما اتفقت قلت لك ان البريزنت سمبل اقدر استخدمه في الفيوتشر لما اكون بعبر عن تايم تيبل، جدول مواعيد، صح؟ تايم تيبل، جدول مواعيد. لكن البريزنت كونتينيوس اقدر استخدمه في الفيوتشر امتى؟ اقول لك لما اكون بعبر عن ارينجمنت، ترتيب، برتب لحاجه ان انا اعملها. وخلي بالك لان النقطه دي احنا هنجيلها لما هنشرح الفيوتشر مع جوينج تو، عشان هنختلف شويه انا وانت ما بين الخطه والترتيب. خلينا دلوقتي في البريزنت كونتينيوس عشان ما لخبطكش. المضارع المستمر بيعبر عن، اللي هو البريزنت كونتينيوس، بيعبر عن arrangement، ترتيب لحدث في المستقبل. يعني ايه ترتيب يا مستر؟ يعني خدت خطوه فيه، يعني خدت خطوه فيه، لازم اكون خدت ستيب في الموضوع ده. طيب بيعبر عن ايه تاني؟ بيعبر عن افراح ومناسبات اجتماعيه واعياد وزيارات رسميه وسفر. بيعبر عن ايه؟ سفر. مش فاهم؟ اقول لك. يعني لما اجي اقول لك كده he space to London next week،
هو حاجه لندن الاسبوع اللي جاي، عايز اقول هو هيسافر لندن الاسبوع اللي جاي، فهقول ايه؟ he travels to London next week، ولا اقول he will leave to London او will travel اسف to London next week، ولا اقول he is going to travel to London next week، ولا اقول he is traveling اما واذا و verb ing مضارع مستمر اللي احنا بناخده ده is traveling to London next week. ايه ده بس ده ما انا عندي next week هنا ده الاسبوع اللي جاي، ده مضارع ده اسف مستقبل، ازاي استخدم فيه بقى اما واذا و verb ing؟ ايه ده هو الاجابه اصلا اما الاجابه هتبقى is traveling. طيب ليه ما اقولش will travel؟ ليه ما اقولش is going to travel؟ لان will travel ده quick decision، لازم يقول لك ان هو quick decision، هو he took a quick decision، خد قرار سريع عشان اقول will travel. ليه ما اقولش اما واذا و are going to والانفينيتيف؟ ليه ما اقولش كده he is going to travel to London؟ ليه؟ لان هو هنا ما قالكش ان هو he planned to do that، هو ما خططش ان هو يعمل كده، طالما ما فيش خطه يبقى ما ينفعش استخدم going to. وترافلز محتاجه جدول مواعيد، وهنا ما فيش جدول مواعيد، يبقى is traveling. ليه؟ لان من ضمن استخداماتها في الفيوتشر ان هي بتعبر عن السفر. طيب ننتقل الى البريزنت بيرفكت، المضارع التام، وهو من ارخم الدروس او من ارخم الازمنه اللي الطالب بيعاني منها، او نقدر نقول من اكتر الازمنه اللي بيتحط فيها اسئله فيها تريكس شويه وبتلخبط الطالب، بيجي عليها اسئله فيها تريكس شويه وبتلخبط الطالب. طيب اول حاجه الاكتف المبني للمعلوم، في البريزنت بيرفكت ببتدي بالسبجكت، بعد كده has or have، وبعد كده البي بي. في الباست بيرفكت كان had والبي بي، لكن هنا في البريزنت بيرفكت في المضارع التام has or have والبي بي. طيب هشرحه بس واحده واحده. الباسيف ببتدي بالاوبجكت وبنتهي بالايه زي ما اتفقنا بالبي بي، وعشان ده بيرفكت قلت لك اي زمن بيرفكت في كلمه بيرفكت بنحط ايه؟ بنحط بين، نضع بين قبل البي بي، واللي فوق بننزله تحت اللي هو هاز او هاف. طيب بعد كده النيجاتيف، اللي هو السبجكت، طبعا has or have خلاص بقى هننفي يبقى hasn't او haven't، خلاص كده كلام جميل. has or have not، وبعد كده البي بي ثابت past participle التصريف الثالث للفعل. ده تكوين يعني. واخر حاجه عندنا الكويستشن، اللي بنفي بيه بسال بيه يبقى هسال بهاز او هاف، كلام جميل. وبعد كده السبجكت، وبعد كده البي بي. طيب ده كده بالنسبه لمعلوم مجهول نفي وسؤال. الاستخدام بستخدمه في ايه؟ اول حاجه بعبر عن خبرات سابقه، بس بدون ذكر الفتره الزمنيه. يعني ايه؟ يعني اقول مثلا لواحد صاحبي والله انا زرت مثلا بلاد كتير قبل كده، بس انا قلت له قبل كده ما حددتلوش الفتره الزمنيه. اقول لواحد صاحبي انا اشتغلت في كافيه قبل كده، اشتغلت في سوبر ماركت قبل كده، بس ما بحددلوش الفتره الزمنيه. يعني ايه؟ يعني اقول له كده I have worked in a supermarket before، انا اشتغلت في سوبر ماركت قبل كده، بس ما حددلوش الفتره الزمنيه اللي حصل فيها الفعل. ليه؟ لان هو الاستخدام بيقول كده خبرات سابقه بدون ذكر الفتره الزمنيه. لو حددت له الفتره الزمنيه يبقى كده بقى باست سمبل، ما بقاش باست بيرفكت خالص. ركز معايا قوي. لو قلت مثلا لاست يير ولا حاجه يبقى خلاص كده، ما هو لاست يير كده يبقى انت كده بتدل على الماضي، يبقى انا اقول بقى ما اقولش I have worked، اقول I worked. تمام؟ ماضي بسيط بقى. لكن عشان اقول لك I have worked in a supermarket لازم اقول لك ما حددلكش الفتره الزمنيه اللي حصل فيها الفعل. طيب تاني حاجه بيعبر عن حدث بدا وانتهى في الماضي. لا
بس ما تاخدش الجملة دي وتقصها، اصبر. بدأ وانتهى في الماضي وليه أثر في المضارع. يعني أنا عملت حادثة امبارح وأنا موجود في المستشفى النهاردة. أنا عملت حادثة امبارح بدأ وانتهى في الماضي أهو وموجود في المستشفى النهاردة، ده الأثر بتاعه. تمام؟ مساحة الغرفة والأرض بتلمع. مساحة الغرفة الحدث بدأ وانتهى، الأرض بتلمع أثر أو نتيجة لمسح الغرفة. فالمضارع التام برضو بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي وليه أثر. طيب إيه تاني؟ بيعبر عن حدث لسه خلصان just now دلوقتي right now. لسه حدث خلصان دلوقتي حالا. أقول لك I have just eaten an apple، أنا لسه واكل تفاح حالا. هنا أنا قلت إيه؟ I have just eaten. have or has والبي بي، واستخدمت كلمة just عشان أوضح إن الحدث لسه خلصان دلوقتي. طيب ده ثالث استخدام. ورابع استخدام بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ولسه مستمر. تقول لي إيه ده؟ هو مش حدث، الناس اللي مذاكرة بقى تقول لي هو مش حدث بدأ في الماضي وستيل لسه شغال، ده present perfect continuous عشان شغال لسه مستمر، بدأ في الماضي ولسه مستمر فلازم يكون present perfect continuous. أقول لك أنت صح، بس في استثناءات. قلت لك إن في أفعال عندنا في الإنجليش ما بتاخدش verb ing، صح؟ فأنا هنا مثلا لما أقول لك إيه I have lived in Alex since 2006. أنا عشت في اسكندرية منذ 2006 ولسه عايش. ما هو أنا عشت في اسكندرية منذ 2006 ولسه عايش، طب ليه ما أقولش I have been living؟ في حاجة اسمها living دي تقولها مع غرفة المعيشة إن شاء الله، تقول living room. هنا living ما بقتش verb، ما بقتش فعل، اتحولت بقت اسم. ليه؟ لأن live هنا يعيش من الأفعال اللي ما ينفعش أضيف لها ing، ولو ضفت لها ing زي ما أنا عملت اتحولت بقت اسم. تمام؟ ففي كده أفعال لو موجودة في الجملة بنحول الأزمنة، بدل ما بنستخدم مثلا الكونتينيوس نرجع نستخدم البيرفكت أو نرجع نستخدم السمبل. ليه؟ لأن الأفعال دي مش هنعرف نضيف لها ing، وهنبقى نشرح الكلام ده بالتفصيل بعد كده في الستيتيف فيربس. يبقى ده كان رابع استخدام عندنا. ننتقل لآخر زمن عندنا في البريزنت اللي هو البريزنت perfect continuous، المضارع التام المستمر. وزي ما قلت لكم ان هو بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ولسه مستمر لغايه دلوقتي. كلام جميل، حدث بدأ في الماضي ولسه ايه؟ ولسه مكمل لغايه دلوقتي. فاقول لك التكوين المبني للمعلوم بتاعه ببتدي بالسبجكت وبعد كده has or have وبعد كده been plus verb ing. فاعل has أو have been verb ing. طب احفظه ازاي؟ والله انا عندي في الباست بيرفكت كونتينيوس في الماضي التام المستمر كنا خدنا had been وverb ing، يبقى عندنا برضو هنا been وverb ing، وعندنا هنا السبجكت ثابت. اللي اتغير ايه؟ has او have. ما هي في الماضي كانت had، يبقى في البريزنت تبقى ايه؟ has or have. بس كده، فاعل has او have been verb ing. قلنا الزمن ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. طيب تاني حاجة عندنا الباسيف المبني للمجهول. هبتدي بمين؟ هبتدي بالاوبجكت وهنتهي بالايه؟ هنتهي بالبي بي، واللي فوق بنزله تحت، بنزل has او have been. بس كده الموضوع خلص، بس كده. طبعا حد يقول لي تكوين الباسيف هنا زي تكوين البريزنت بيرفكت. ما انا قلت لك بقى، شرحت لك قبل كده، قلت لك ان الازمنه التامه المستمره بتقلد الازمنه التامه في تكوين الباسيف بتاعها، هي. تالت حاجه عندي النيجاتيف، النفي. بنفي بايه؟ بنفي بهازنت او هافنت، عادي جدا. هبتدي بالسبجكت وبعد كده hasn't او haven't، has or have not، been plus verb ing. بعد كده اخر حاجه عندنا الكويستشن. طيب يا صديقي، اللي بنفي بيه بسال بيه من غير نوت، يبقى هسال بهاز or have. هسال بايه؟ بهاز or have. نأسف لبشاعة الخط، انا مش طايق خطي اصلا بس عشان بكتب لكم بسرعه.
يعني كل شويه هكرر اعتذار لان هعمل ايه؟ مش بايدي. هذا وهذا. بعد كده السبجكت بنعكس بقى، بنعمل مقص. بعد كده been وفيرب ing. طيب الزمن ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ولسه مكمل، حدث بدأ في الماضي ولسه مستمر. طيب نيجي بقى لأزمنة الفيوتشر، آخر أزمنة معانا. خد بريك وتعالى كمل. أزمنة الفيوتشر أول زمن عندنا الفيوتشر سمبل. والفيوتشر سمبل يا صديقي بينقسم لحاجتين. أول حاجة عندنا will، تاني حاجة عندنا going to. To be specific هي be going to. أمر is or are going to. طيب أول مرة تشوف زمن كده صح؟ الأزمنة كلها ممكن يكون في زمن مثلا عندنا past simple أو present simple ليه كذا تكوين، ليه كذا تكوين عادي في الافيرماتيف في الجملة المبنية للمعلوم في كذا شكل خدناه. لكن هنا في شكلين بس الشكلين كل شكل فيهم ليه استخداماته. ما خدناش كده قبل كده. الفيوتشر سيمبل ده بقى هو زمن الريجولر عن كل الازمنه، زمن كده مختلف عن كل الازمنه في الموضوع ده. يعني will ليها تكوين معلوم مجهول نفي سؤال استخدام، going to ليها معلوم مجهول نفي سؤال استخدام. فتعالى كده نبتدي بويل. اول حاجه في will هبتدي بالاكتف، الجمله المبنيه للمعلوم. بنبتدي بالسبجكت، بعد كده will infinitive subject will بلس الانفينيتيف. كلام جميل؟ كلام جميل. طبعا ليه استخدامات كتير هحفظها لك وانت بتتفرج عليا دلوقتي. يلا تاني حاجه عندنا الباسيف، المبني للمجهول. هبدأ بالمفعول وهنتهي بالتصريف الثالث، واللي فوق بنزله تحت وبنحط كلمة بي، يبقى مفعول والبي بي، مفعول والبي بي. بعد كده عندنا كده الاكتف والباسيف ماشي. بعد كده معلوم مجهول والنفي. نيجي للنيجاتيف، النفي انا عندي will هنفي بويل نوت، يبقى هبتدي بالسبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده اختصار will not اللي هي won't، وبعد كده verb infinitive. خلي بالك ان احنا بنستخدم التصريف الثالث بس البي بي في حاله الباسيف. هنا عشان انا عندي will فبجيب verb infinitive. طيب كده ننتقل للكويستشن، السؤال. بسأل بإيه؟ اللي منفي بيه بسأل بيه من غير نوت، يبقى هسأل بإيه؟ بويل. بعد كده السبجكت، بعد كده فيرب إيه؟ فيرب انفينيتيف. طيب استخداماته بقى بنستخدمه فين؟ بص بقى، قول ورايا عشان تحفظ، عشان هم حوالي 10 استخدامات. قول ورايا عشان تحفظ. عرض، طلب، تهديد، تحذير، وعد. يعني بستخدمه في العرض والطلب والتهديد والتحذير والوعد. بعد كده التنبؤ بدون دليل، بتنبأ بس ما عنديش دليل، الدنيا هتمطر بس ما فيش دليل ان هي هتمطر، اقول it will rain، هتمطر. طب انت عندك دليل يا ابني؟ شفت الطقس؟ شفت الكلام ده؟ لا، يبقى هيستخدم will. طب لو في دليل وهو شاف الويذر وشاف الطقس وعرف من الاحوال الجويه ان هي هتمطر وفي سحابه مغيمه والكلام ده كله، يبقى going to. خلي بالك عشان ده الفرق بين will و going to في بعض الحاجات. قول تاني معايا: عرض، طلب، تهديد، تحذير، وعد. تنبؤ بدون دليل، مفيش دليل، بيتنبأ بشيء بدون دليل. تمام. قرارات سريعه، المطره بتمطر هاخد تاكس، الباب بيخبط هفتح، التليفون بيرن هرد. قرارات سريعه تستخدم مع ويل. بعد كده عندنا الحقائق العمريه اللي انا كنت اتكلمت عليها، ان انا مثلا هتم 30 شهر كذا، فدي حقيقه عمريه. بعد كده عندنا حاجه اسمها صفات دائمه، اللي هي الصفات الشخصيه. مثلا كريستيانو او ميسي، عشان الناس ما تزعلش، ميسي او كريستيانو، طبعا انا بعشق ميسي مش كريستيانو، ما علينا. ميسي او كريستيانو يعني عندهم سكيلز، صح؟ عندهم مهارات،
والسكيلز اللي عندهم دي تعتبر حاجه في شخصيتهم. طب هو عشان مثلا ميسي مهاري ده دليل ان هو يكسب الماتش؟ هل كريستيانو عشان مهاري ده دليل ان هو يكسب الماتش؟ لا. الصفات الشخصيه او السكيلز اللي موجوده عند الواحد دي ما بتبقاش دليل على حاجه. طيب اذا الصفات الشخصيه لا تعتبر دليل، يبقى بنستخدمها مع ويل. خلاص كده؟ طيب بعد كده عندنا كمان ويل بنستخدمها في الحاله الاولى من اف. طبعا عندنا اف كونديشنز، حالات اف بنستخدم ويل مع الحاله الاولى. يبقى دول كام استخدام؟ 10 استخدامات، عدهم واحفظهم. عندنا بعد كده going to، كده خدنا will، ناخد going to. يلا بينا. اول حاجه الاكتف زي ما اتعودنا، مبني للمعلوم. هبدا بمين؟ هبدا بالسبجكت، هبدا بالفاعل. بعد كده going to ولا am او is او are going to؟ لا، am او is او are going to. يبقى هنا هقول am او is او are going to. حد يقول لي ليه اشمعنى بنحط am او is او are؟ اقول لك انا. لو انت قلت going to دي لوحدها كده معناها يذهب الى، لازم تقول am او is او are going to، لان على بعضيها كده معناها سوف بتساوي will. وبعد كده بنجيب verb infinitive، يبقى فاعل am او is او are going to verb infinitive. بعد كده عندي الباسيف اللي هو المبني للمجهول، هبدأ بالمفعول وهنتهي بالتصريف الثالث زي ما اتعودنا. وبعد كده اللي فوق بنزله تحت اللي هو ايه؟ am or is or are going to be. زي كده ما كان عندنا will be في الباسيف، عندنا برضو am او is او are going to be will be في الباسيف برضو بتاع going to. بعد كده الاكتف والباسيف. النيجاتيف هبتدي بالسبجكت، وبعد كده am or is or are not going to plus الانفينيتيف. حلو كده؟ هننفي ب am or is or are not going to، بعد كده الانفينيتيف. هسأل بإيه؟ أكيد هسأل ب am أو is أو are، صح ولا لأ؟ ما هو أنا هنا نفيت ب am not أو is not أو are not، يبقى هسأل ب am أو is أو are في السؤال بهل. أهو هسأل ب am أو is أو are. بعد كده بنعكس، فهنجيب السبجكت، وبعد كده بقى نكمل going to والinfinitive. طيب حلو قوي، وركز معايا في اللي جاي ده عشان اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا. بص بقى يا صديقي، بص بقى، احنا اتفقنا قلنا تعال نشوف الاستخدامات بس بتاعت الزمن ده الاول وهقارن لك دلوقتي. بنستخدم future simple going to مع ايه؟ استخداماته. اول استخدام قول ورايا كده عشان تحفظ وهحفظك برضه. خطه نيه قرارات مسبقه. خطه نيه قرارات مسبقه، يعني بستخدمه مع البلان الخطه، والنيه الانتنشن، والبريفيوس ديسيجنز القراراتي المسبقه. طيب ايه تاني؟ تنبؤ بس بدليل المره دي بقى. يعني التنبؤ المره دي ايه؟ بدليل، لازم يكون عندي دليل على التنبؤ بتاعي ده. وبستخدمه مع الصفات المؤقته مش الدائمه زي مع ويل، المؤقته زي انا تعبان ده دليل ان انا لازم اروح المستشفى. وبستخدمه للتعبير عن حدث على وشك الحدوث، او تحذير على او حاجه على وشك الحدوث، شيء على وشك الحدوث، بستخدمها مع going to. طيب ايه المقارنه اللي انت قلت لنا عليها مهمه مستر؟ هقول لك انا. فاكر لما كنت شارح لك المضارع المستمر؟ فاكر؟ قلت لك من ضمن استخداماته ان انا بستخدمه مع المستقبل، صح؟ لما اكون بعبر عن arrangement ترتيب، صح ولا لا؟ هنا بقى بعبر عن خطه. ففي الاسئله هيلخبطك ما بين الاثنين دول. ايه الفرق ما بين الخطه والترتيب؟ ها مين يقول لي؟ يلا تيك يور تايم، فكر. ايه الفرق؟
فكر كده. هبسطها لك. ايه الفرق مثلا ما بين ان انا مخطط اشتري عربيه وما بين ان انا مرتب ان انا اشتري عربيه؟ مخطط ان انا هخرج ومرتب ان انا هخرج. ايه الفرق؟ الخطه هي كلنا بنخطط نشتري عربيه، كلنا بنخطط نخرج، هظبط واكلمك، في الاخر ايه؟ نخرجش، كله على طول. دي الخطه، كلنا بنخطط، لكن الترتيب بناخد خطوه. يعني ايه؟ يعني اللي بيرتب يشتري عربيه ده اتصل بالمعرض واستقر على نوع عربيه معين، عرف لونها وعرف سعرها وظبط الدنيا وخلاص، حجز ميعاد وظبط الدنيا كلها. مثلا مرتب ان هو مسافر، فهو لازم يكون حجز التذاكر، هو كده خد خطوه، يبقى كده ده ترتيب. تمام كده. هو مثلا مرتب ان هو رايح حفله، يبقى لازم يكون جاب تذاكر الحفله عشان اقول عليها ترتيب. لكن مخطط يروح الحفله، يبقى هو كده لسه ما عملش اي حاجه، ما خدش اي ستيب. خلاص كده. يبقى مخطط ان انا هخرج، كلنا بنخطط. مرتب ان انا اخرج، يبقى احنا اتفقنا ومظبطين الدنيا ونازلين، اكيد انا خدت خطوه. يبقى قول ورايا كده: الترتيب انا خدت خطوه، الخطه ما خدتش خطوه. الترتيب انا خدت خطوه، الخطه ما خدتش خطوه. طيب، وده الفرق ما بين going to و present continuous. going to أما is or going to future simple بيعبر عن الخطة، والخطة ما خدتش خطوة. لكن ال present continuous في المضارع لما كنا بنتكلم ان هو بيعبر عن مستقبل، الارينجمنت، الترتيب، ساعتها انا خدت خطوة. طيب يلا بينا. طبعا طالب يقول لي انا شايفك يا مستر بتشرح بسرعه ومفيش اكزامبلز مكتوبه. انا بحاول على قد ما اقدر اوفر وقت واعمل الليكتشر دي، المحاضره دي، في اقصر وقت ممكن. فلو كتبت لك الاكزامبل تحت كل فورم بكتبها واليوسجز والكلام ده هاخد وقت كبير، فعشان كده انا بقولها شفوي، وانت اسمع واكتب عندك، اسمع واكتب عندك. تمام؟ بحاول ان انا الم لك الدنيا كلها، فانت ساعدني عشان تلم الدنيا بسرعه. انا مش عايز اطول عليك، انا ممكن ايه اقعد اشرح لك بالتفصيل الممل والكلام ده كله، بس ليه؟ انت عندك زرار كده هتدوس مسطره، تمام؟ او لو انت بتتفرج من على الموبايل هتدوس كده تاتش بس، توقف، تعمل بوز وتوقف، تسمع، تبطأ بقى الفيديو، تسمع الاستخدامات، تكتبها عندك، عايز تسرع، عايز تكروت، اعمل اللي انت عاوزه. تمام؟ انا هنا عايز انجزك. طيب ركز معايا كده، بقول الاستخدامات وبقول الاكزامبلز شفوي، انت اسمعها واكتبها عندك، هتلاقي الدنيا اتظبطت. طيب كده خلصنا الفيوتشر سيمبل اللي هو will وجوينج تو. ننتقل بعد كده للفيوتشر كونتينيوس اللي هو المستقبل المستمر. وقلت لك طالما شفنا كلمه كونتينيوس دي معناها ان الحدث ايه؟ حدث استمر. يلا بينا. حدث استمر فين؟ في الفيوتشر، في المستقبل. مش فاهم؟ يعني حدث اللي انا بشرحه دلوقتي ده، اللي انا بقوله ده، هو استخدام الزمن ده. بنستخدمه امتى يعني؟ بيعبر الزمن ده قبل ما نكتبه كده عشان تكونوا فاهمينه، بيعبر عن حدث هيقع في المستقبل، هيحصل يعني في المستقبل في وقت معين بس هيستمر. يعني حدث هيستمر في المستقبل بحلول وقت معين او في وقت معين، في ديوريشن، في فتره يستمر فيها الفعل. حلو. وهديك اكزامبلز بعد ما اكتب الفورم. اول حاجه عندك الاكتف مبني للمعلوم او الافيرماتيف سنتنس، هبتدي بالسبجكت، بعد كده will be وفيرب اي ان جي، فاعل will be وفيرب اي ان جي. تاني فاعل will be وفيرب اي ان جي. يلا احفظ معايا، فاعل will be وفيرب اي ان جي. تاني حاجه عندنا الباسيف المبني للمجهول، هبدأ بالمفعول. هبدأ بإيه؟ بالمفعول. هدي اكزامبلز واحدة واحدة عليا، هدي اكزامبلز. أنا عايزك بس تكتب ده عندك عشان تبقى حافظ الفورم، وأنا هدي اكزامبلز والفورم قدامك كده عشان تكون الدنيا واضحة، بس بعد ما أخلص المعلوم والمجهول والنفي والسؤال. هبتدي بالمفعول وهنتهي بالتصريف. ركز معايا عشان الحتة دي مهمة قوي، عشان الحتة دي فيها حتة irregular كده مختلفة يعني. أول حاجة أنا هبتدي بالمفعول وهنتهي بالتصريف الثالث، واللي فوق بنزله تحت، اللي هو ايه؟ اللي هو will
بي. ايه ده بس كده؟ ايه ده؟ معلش بص كده، خدت بالك من حاجه؟ لو طلعنا كده هنلاقي ان الباسيف بتاع ويل الخاص بويل ويل بي، والباسيف الخاص بالفيوتشر كونتينيوس ويل بي ايه ده؟ الاثنين زي بعض؟ الفيوتشر سمبل والفيوتشر كونتينيوس تكوين الباسيف بتاعهم واحد. مش عشان هنا جبت لك كلمه كونتينيوس يبقى لازم تحط كلمه بينج هنا، لا، بينج دي بتيجي قبل التصريف الثالث في الباست كونتينيوس في الماضي المستمر، وفي البريزنت كونتينيوس في المضارع المستمر، لكن الفيوتشر كونتينيوس ما بيجيش قبليه بينج قبل البي بي. خلي بالك من النقطه دي. بعد كده عندي النيجاتيف، النفي. بنفي ازاي في الزمن ده؟ بنفي ازاي؟ ببتدي بالسبجكت، بعد كده want، حلو كده، want be plus verb ing، والquestion السؤال بسأل بإيه؟ بسأل طبعا بويل أكيد، ويل اللي بنفي بيه بسأل بيه من غير نوت، هسأل بويل وهحذف نوت. طب هل هقول ويل بي في الأول؟ لا، هقول ويل بعد كده السبجكت هنعمل مقص، وبعد كده بي وفيرب ing. والتكوين قدامنا كده بقى، انا هشرح لك، ركز معايا كده. انا هقول اكزامبلز اهو على تكوين والفورم ده، ركز معايا. اقول لك انا بكره هكون قاعد بذاكر انجليزي من الساعه 7 للساعه 8 بالليل. هو انا بذاكر انجليزي دلوقتي ولا قلت لك بكره هذاكر؟ سوف يعني، صح؟ طيب ليه ما احطهاش في ويل، وليه ما احطهاش في جوينج تو، ليه ما احطهاش في البيرفكت؟ ليش معنى هستخدم الجمله دي مع الزمن ده الفيوتشر كونتينيوس؟ ليه؟ لان انا هنا بعبر عن حدث هيحصل في المستقبل وهيستمر لوقت معين محدد. فهنا هقول لك ايه؟ I subject اهو، بعد كده will be، I will be انا هكون او انا سوف، I will be studying English tomorrow from 7 to 8 p.m. هبقى بذاكر انجليزي بكره من الساعه 7 للساعه 8 بالليل. حدث هيستمر في المستقبل في وقت معين، بس كده. هو ده الزمن بتاعنا. حلو كده؟ طيب انا هبقى بذاكر انجليزي بكره من الساعه 7 للساعه 8 بالليل، حولها لي باسف. يلا يبقى English will be studied. English اللي هو المفعول، انا هذاكر ايه؟ هذاكر انجليزي، يبقى هبدا بالمفعول اللي هو الانجليزي. هقول English، بعد كده will be، والتصريف الثالث من studied، يبقى English will be studied tomorrow from 7 to 8 p.m. ركز ان انت تكون الجمله، تكمل الجمله by me. ليه بقى؟ عشان تعرف او عشان يعرفك يعني في اللي تشوز انت هتاخد بالك ان الجمله دي فيها ديوريشن، فيها فتره استمر فيها الفعل. طيب ده بالنسبه للفيوتشر كونتينيوس سريعا كده، ده المستقبل المستمر. ليه استخدامات تاني؟ ليه استخدامات تاني. ممكن نقول ان بيستخدم الفيوتشر كونتينيوس بيستخدم للاعتذار، الغاء حدث بسبب حدث اخر. يعني مثلا انا قاعد بذاكر، في واحد صاحبي اتصل بيا في التليفون فقال لي بقول لك يا بنوب ما تيجي تنزل تخرج معانا. فقلت له لا والله انا مش فاضي عشان انا عندي مذاكره انجلش. ايه اللي حصل كده؟ ايه اللي حصل؟ انا هنا لغيت نزولتي معاه او الخروج معاه بسبب ان انا عايز اقعد اذاكر، ويا ريت كلكم تعملوا كده طبعا. فهنا ده اسمه اعتذار. خلي بالك برضو ان الاستخدام ده بيتم استخدامه يعني برضو مع المضارع المستمر present continuous. يبقى الاستخدام ده مشترك مع المضارع المستمر والمستقبل المستمر، ساعات كتير بيجي مع المضارع المستمر. تمام؟ طبعا دي نوتس كده وحاجات زيادات، انا كل زمن من الازمنه دي فيها نوتس كتير جدا جدا جدا، لو فضلنا نتكلم فيها انا محتاج كل يعني ليكتشر لكل تنس. يعني مثلا محاضره انزل لك فيها الماضي البسيط، محاضره الباست سمبل، محاضره انزل لك فيها باست كونتينيوس، زي ما الكل بيعمل. بس لما بيعملوا كده هم بيشرحوا بمور ديتيلز شويه، بتفاصيل اكتر. انا هنا عايز الم لك الدنيا، افهمك بس الازمنه بتتكون ازاي واستخدامها ايه وبنستخدمها امتى بدون دخول في تفاصيل. التفاصيل هتتعمل في محاضرات لوحدها. يلا اخر زمن معانا النهارده، لا الزمن اللي قبل الاخير انا اسف، الفيوتشر بيرفكت، المستقبل التام.
مستر هو يعني ايه مستقبل تام؟ مستقبل تم؟ ازاي مستقبل وتم؟ هقول لك انا. مستقبل تام ده بيعبر عن حدث هيحصل في المستقبل، سيتم في المستقبل، سيتم. عارف يعني ايه سيتم؟ يعني لحظي. فاكر؟ ارجع كده الاول الليكتشر، الفريقين اللي احنا قسمناهم لما قلت لك الازمنه البسيطه والازمنه التامه، دول الفريق الاول بيعبر عن حدث ايه؟ لحظي، ما بياخدش وقت. نفس النظام الفيوتشر بيرفكت بيعبر عن حدث سيتم في المستقبل بحلول وقت معين. وقت معين. امال ايه يا مستر الفرق ما بين المستقبل المستمر كده والمستقبل التام؟ الاثنين في وقت، الاثنين هيبقى فيهم وقت معين. لا، المستقبل المستمر هيستمر في وقت معين، لكن ده هيتم في وقت معين، يعني مش هياخد وقت. يعني مثلا اقول لك ايه، هديك اكزامبل اول ما اكتب الفورم حالا. اول حاجه عندنا الاكتف اللي مبني للمعلوم او الافيرماتيف الجمله المثبته، هبتدي فيها بالسبجكت وبعد كده will have will be. subject will have will be. تاني حاجه عندنا الباسيف مبني للمجهول، هبتدي بمين؟ هبتدي بالمفعول اللي هو الاوبجكت، اللي هو الايه؟ الاوبجكت، وبعد كده البي بي. واللي فوق بنزله، برافو عليك، اللي فوق بنزله تحت، اللي هو will have been. will have been will be. in negative هبتدي بالسبجكت وبعد كده won't have will be. الكويستشن السؤال، هسأل بإيه؟ هسأل بويل أكيد، يبقى هسأل بويل، بعد كده السبجكت فاعل، بعد كده have will be. كلام جميل؟ كلام جميل. يبقى will بعد كده السبجكت بعد كده have will be. طيب الزمن ده بستخدمه في إيه؟ الزمن ده بستخدمه للتعبير عن حدث قلنا هيتم فين؟ في المستقبل بحلول وقت معين. مش فاهم مستر اديني مثال. اقول لك I will have finished my project by 2030. I will have finished my project by 2030. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده انا قلت هنا ايه؟ I will have finished اللي هو التصريف التام past participle. I will have finished my project by 2030. انا هبقى خلصت مشروعي بحلول سنة 2030 او بعد سنه 2030. يعني حدث هيتم بعد فتره زمنيه معينه او بحلول فتره زمنيه معينه. وخلي بالك ان كلمه باي في الزمن ده اساسيه. كلمه باي بيجي بعديها لازم فتره زمنيه في المستقبل. بيجي بعديها ايه؟ فتره زمنيه في المستقبل. وخلي بالك برضو كلمة باي بيجي بعديها فترة زمنية في الماضي مع الماضي التام. هنا باي بيجي بعديها فترة زمنية في المستقبل مع المستقبل التام اللي هو الفيوتشر بيرفكت. طيب ركز معايا بقى في آخر حاجة وآخر زمن وأرخم زمن أصلا في الإنجليش، والزمن ده غير مكرر تماما على أي سنة من السنين التعليمية أو أي مرحلة. غير مكرر زمن الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس، زمن المستقبل التام المستمر، غير مكرر في أي مرحلة من المراحل التعليمية نهائي، ولا حتى في ثانوية عامة ثالثة ثانوي. مش مكرر. ليه؟ لأنه لا يتم استخدامه أو ما بيتمش، يعني ما بيتمش استخدامه كتير. اللي هو الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. يبقى اخر حاجه عندنا ايه؟ الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. ركز معايا كده في الاكزامبل ده وهتفهمه منها. بص كده، لو انا قلت باي ذا تايم علي's brother by the time Ali's brother gets home, علي
will have been sleeping for 2 hours. ركز كده معايا. لما اخو علي يجي البيت، يوصل البيت يعني، علي هيكون نايم بقاله ساعتين. ايه اللي حصل الاول؟ رد عليا بسرعه. ايه اللي حصل الاول؟ علي نام لمده ساعتين لما اخوه كان جه. ايه اللي حصل الاول؟ ان علي نام، بعد كده اخوه جه، بس كده. زي نظام كده الماضي التام المستمر، كان بيعبر عن حدثين في الماضي. الحدث الاولاني كان ماضي تام مستمر، والحدث الثاني كان ماضي بسيط. بس الحدث الاولاني الماضي التام المستمر ده كان مستمر، صح ولا لا؟ لما قلت لك I had been studying English from 7 to 8 p.m. انا كنت قاعد بذاكر انجليزي من الساعه 7 للساعه 8، بعد كده ايه؟ نمت. يبقى after I had been studying English from 7 to 8 p.m. I slept، نمت. بعد ما كنت بذاكر انجليزي من الساعه 7 للساعه 8 نمت. ده في الماضي. في المستقبل نفس الفكره، المستقبل التام المستمر اللي هو future perfect continuous، نفس الفكره. هنا بيقول لك ايه؟ ان حدث هيحصل في المستقبل هيكون مستمر او هيستمر لوقت معين لما حدث تاني يحصل بعديه. زي كده ما بقول لك اهو، بحلول الوقت، يعني لما اخو علي يوصل البيت، علي نفسه هيكون نايم بقاله ساعتين for 2 hours. و for 2 hours دلت هنا على الديوريشن اللي استمر فيها الفعل. طب مثلا انت اديتنا اكزامبل ومفيش يعني اكتف وباسيف ونيجاتيف وكويستشن. انا اقول لك على حاجه، المستقبل التام مستمر ملوش باسيف اساسا، ملوش مبني للمجهول اساسا. يعني من الاخر كده لو عايز تجيب باسيف في الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس فيفضل ان انت تجيبه في الفيوتشر بيرفكت مش في الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. طب تكوينه ايه؟ طب يا مستر قوله لنا. طيب بيبتدي من ايه؟ التكوين المبني للمعلوم سبجكت اللي هو علي اهو، بعد كده will have been plus verb ing اهو. تكوين اهو علي اللي هو subject، بعد كده will اهي، have اهي، been اهي، وverb ing اللي هو ايه؟ sleeping. وده كده كان باختصار ال 12 tense اللي عندنا في الانجليش. كان معاكم مستر ابانوب، اخوكم صاحبكم، تمام، من قناه انجلش بوست. اشوفكم الليكتشر اللي جاي ان شاء الله. سلام.